معنا بذكرى العاشر من رمضان، ذكرى الفخر والنصر، ذكرى الانتقال من مرحلة الانكسار في 67 إلى الفخار في 73. سيظل رمضان هو شهر الانتصارات، شهر العطاء، شهر العمل، شهر الخير، شهر العطاء. معي في هذا اليوم مشاهدينا الكرام ضيوف أعزاء أتناول معهم الحديث عن رمضان، عن عطاء رمضان الصحي أو معطيات صحية في هذا الشهر الكريم، وبخاصة أنه ربما يستفيد من متابعة هذه الحلقة مريض أو سليم أو مرافق أيضا لمريض. في هذه الحلقة أشرف بأن أعرف لحضراتكم ضيوف الأعزاء فيها، بداية الدكتور أحمد هاني عيسى، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعهد الكبد وطب المناطق الحارة تحديدا. مرحبا. الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري البطنة العامة واستشاري التغذية العلاجية. مرحبا بكم دكتورة منى. اهلا بحضرتك. يعني جميل دكتورة منى ان يكون مترادف التغذية العلاجية له هذا الزخم المنتشر في الآونة الأخيرة، سواء بتواجد زمالة مصرية بهذا التخصص أو دراسات عليا فيه، لكن مفهوم التغذية العلاجية الشامل أن الغذاء قد يكون دواء. حقيقي طبعا. نعم. هو الحقيقه دلوقتي احنا يعني الحمد لله طبعا احنا بقينا الاهتمام بالتغذيه العلاجيه دلوقتي يعني واخد الحمد لله يعني مستوى كويس قوي، مع ان انا حاسه برضه ان احنا يعني لسه قدامنا بقى طويل قوي في الموضوع. احنا وصلنا دلوقتي بره بيبقى في دراسات على تاثير الغذاء على الجينات كمان، مش بس ان احنا بنديه كدواء، ولكن الحمد لله دلوقتي بقى في فعلا اهتمام عالي جدا بالتغذيه العلاجيه، خصوصا ان اليومين دول بقى في دراسات كتير قوي واغذيه انظمه غذائيه كتير قوي بتحارب الامراض الروماتيزميه والمناعيه والسكر والضغط وهكذا. فاحنا بقينا دلوقتي يعني تخصص البطنه، تخصص الجهاز الهضمي، تخصص الاورام، كل التخصصات دي لازم بنشتغل معاها يدا بيد كده علشان النتيجه الحقيقه بتبقى احسن كتير. يعني لما بنلاقي تغذيه علاجيه مع العلاج الدوائي الدنيا بتبقى فرق قوي يعني. تمام. هذه نقطة دكتور أحمد يعني ربما نبتدئ بها حديثنا في أن مريض الكبد في رمضان ربما هو معبر عن نفسه، لكن قد يكون الصيام مظهرا لأمراض لم تكن يعني ظاهرة في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال قرحة الاثنى عشر أو غيرها. بالضبط. حدثني عن الجهاز الهضمي بداية قبل أن ننتقل إلى الكبد، ويعني احتياج هذا الجهاز إلى الصيام. الجهاز الهضمي عندما يصوم فإنه يصبح بصحة جيدة جدا الحمد لله. معظم أمراض الجهاز الهضمي تتحسن مع الصيام، ما عدا هي قرحة الاثنى عشر هي التي لا تتحسن مع الصيام بل تسوء مع الصيام. ولكن بصفة عامة مريض الارتجاع المريء، قرحة المعدة، التهابات المعدة والتهابات القولون والقولون العصبي، كل هذه الأمراض الشائعة في الجهاز الهضمي تتحسن تحسن شديدا جدا بالصيام الحمد لله. الصيام يفيدنا على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. فعلا فعلا المعدة هي الداء بالنسبة بيت الداء بالنسبة لنا. لما بيحصل لخبطه في الاكل بعد الفطار بيبتدي تظهر الاعراض والمشاكل تاني، فبنبتدي ندي العيانين بعض النصائح عشان يبقى الفطار بتاعهم هادي وكويس وسليم ويعدوا شهر رمضان ان شاء الله بدون متاعب يعني. تمام. الجانب الانثوي فيك يا دكتوره منى ربما يعني دخولك للمطبخ قد يتغير قبل ان تكوني استشاري تغذيه وبعده، وبالتالي مفاهيم كثيره تغيرت لديك. كتير. نعم. الحقيقه كتير، لانه في احنا عادات موروثه بالنسبه لنا كمصريين، بنخش المطبخ نعملها كل يوم في الفطار والسحور وهكذا. الحقيقه الحاجات دي لما الواحد بيفهمها وبيعرفها بتفرق جدا في موضوع يعني مناعتي وصحتي ومناعه اولادي وصحتهم. يعني الحاجات دي يعني على سبيل المثال مثلا العاده اللي احنا كلنا متعودين عليها، زي مثلا الفطار يبقى على طول هنشرب عصاير مركزه وعاليه السكر وهكذا، وده يعني اعتقد 90% من الشعب المصري او المسلمين الصايمين بيعملوا الحكايه دي. طب دعينا يا دكتوره منى ناخذ ما يتم وتصويب حقيقي. يعني اذا الخطأ الاول ربما كما تتحدثين ب يعني اقول التهام او تناول كميات كبيره من العصائر، يعني بدايه مثلجه عاليه التركيز في السكريات. ايوه تمام. أيوة. هل تختلف او الصواب ان تكون دافئه مثلا ام ماذا؟ هو الحقيقه احنا مش عايزين حاجه تبقى مثلجه قوي ولا هي سخنه قوي، احنا عايزين اللي هي الدرجه الفتره دي عشان بس ما ناثرش على الامتصاص ويحصل فيه عسر هضم وهكذا. دي حاجه تانية. عاليه التركيز بالسكر دي احنا احسن حاجه عايزين حاجه فيها سكر ولكن مش صناعيه اولا، يعني مش سكريات صناعيه. يستحب ان هي تكون سكريات طبيعيه، ويا حبذا لو كان هو التمر هو اللي احنا بنفطر عليه على السنه.
من 1 ل3 تمرات مثلا في اليوم. ده تصحيح للعاده الغذائيه بتاعه ان العصائر المركزه دي هي حاجه انا مش عارفه ليه الناس بتعملها يعني. احنا بنبقى صايمين تقريبا 16 ساعه، الجسم بيبقى يعني افيد زي ما بنقول، او يعني عنده اشتياق شديد جدا للسكر. فان انت لما بتديله الكميه دي كلها بتخش تتخزن مره واحده، تاثر على حاجات كتير جدا جدا في الجسم، تاثر على المعدل السكري بالذات الناس اللي عندها سكر ويعني مفيش انتظام عندهم في مستوى السكر في الدم وهكذا. فالعاده دي الحقيقه المفروض ان احنا ما نتبعهاش. ممكن ناخد عصائر مفيده زي التمر هندي مثلا، زي العرقسوس والحاجات دي، ولكن بلاش الحاجات المصنعه اللي هي معبأه بالسكريات. لكن ايضا ربما لا تكون في بدايه الوجبات، او لا تكون الجزء الاول من الوجبات، يعني ان تكون بعد تناول تمرات او جزء من الطعام ثم يتم تناول السوائل. هذه جزئيه اعود اليها دكتوره. لكن دكتور احمد، يعني مريض الكبد الذي قدم اليكم في الاسبوع الاخير من شعبان طالبا الاستشاره ماذا افعل في رمضان، يمكن تقسيمه الى عده اقسام. من هم مرضى الكبد وكيف نتعامل معهم؟ في الاول نقول ان في حامل للفيروسات، سواء فيروس بي او فيروس سي، او حامل للامراض المناعيه للكبد، دي حاجه، ده البدايه. او مريض عنده تليف كبدي متكافئ، او مريض عنده تليف كبدي غير متكافئ. تليف كبدي غير متكافئ ده مرفوض بالنسبه له الصيام بيضر بصحته جدا وما يقدرش يصوم، لان ده بياخد مضادات بول وبياخد ادويه كتير جدا ما ينفعش تلخبط في مواعيدها، بيفقد معادن كتير وبيفقد ميه كتير جدا بالادويه اللي بياخدها، فبالنسبه له الصيام غير مقبول، ودي له رخصه للفطار. تمام. اما بالنسبه للمريض الكبدي المتكافئ والحامل للفيروس، حامل الفيروس يقدر يصوم زي اي مريض عادي، زي اي شخص عادي، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا، طالما ما فيش ارتفاع في وظائف الكبد شديد، طالما ما فيش صفرة بتعلى مع الصيام شديده، لان في بعض الامراض زي جيلبرت سندروم مثلا، ده بتعلى الصفرة جدا اثناء الصيام، فممكن اثناء الصيام بنقول له ممكن ما تصومش، او تبقى في اثناء الفطار تتناول ميه كتير قوي على قد ما تقدر، تتناول حوالي 8 الى 10 كوبايات ميه خلال فتره الفطار ديت، بحيث انك تعوض الصيام اللي انت يعني هو اذا نتحدث دكتور احمد عن مياه كثير، ده في مريض جيلبرت، وليست عصائر. يعني هو يتخيل ان السوائل بعرقسوس وينسون وتمر كما تحدثت الدكتوره يختلف عن الميه البيضاء، الميه العاديه. نعم. احنا بننصح بالميه اكتر، بس طبعا لو في ناس مش تقدر تشرب ال8 ل 10 كوبايات ميه دول تشربهم كلهم ميه، يعني في ناس ممكن يشرب مثلا 3/4 ميه وربع عصير او كده، فمقبول برده، ما فيش منها مشكله. السوائل بصفه عامه يعني يبقى في جود هايدريشن للجسم، ده مهم قوي. اما بالنسبه للمريض الكبدي المتكافئ برضو هو يقدر يصوم لو ما عندوش مشاكل صحيه اخرى، مثلا زي السكر غير منتظم او ضغط غير منتظم او كده، فممكن يصوم عادي برضو بدون اي مشاكل. نعم. دكتورة منى، يعني دكتور أحمد يتحدث عن 8 أكواب من الماء، وربما يعني حسبما قال أنه ربما لا يستسيغ الشخص العادي المياه فقط، لكن يتناولها عصائر، يتناولها مشروبات أخرى دافئة أو غيرها. ما هي الكمية المثلى لتناول السوائل في فترة ما بين الإفطار والسحور؟ هو الحقيقة في فترة زي اللي احنا فيها دي، فترة صيام في وقت حار زي ده، احنا عايزين على الأقل 8 كوبايات مية خلال ال8 8 كوبايات اللي هم قد إيه؟ اللي هو تقريبا 2 لتر، من 2 ل 3 لتر بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي. يستحب طبعا ان هي تكون كلها ميه، لان مكونات الميه كميه لوحدها بتفرق كتير عن ان هي تكون عصير او اي حاجه ثانيه. فعلى الاقل 8 كوبايات، واحنا حسبناها تقريبا هنفطر 8 ساعات، يعني كل ساعه كوبايه ميه اللي هي 240 مللي اللي احنا متعودين عليها دي بتبقى كافيه جدا. بالنسبه للعصاير، الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي مفيده هي بس عندي نقطه تحذيريه بالنسبه للعرقسوس بالذات، لانه دي برضو خطا شائع جدا اليومين دول، ان مرضى الضغط يفطروا على عرقسوس. هي العرقسوس ده احنا بنسميه كورتيزون الطبيعي، يعني الكورتيزون الرباني يعني الغير مصنع، فهو بيعمل احتباس شديد جدا في الميه والملح في الجسم، واحنا بنشوف فعلا حالات من ارتفاع عالي جدا في ضغط الدم لما بياخدوا العرقسوس بكميات كبيره. فده بس تحذير، لاني قلته هو ليه فوائد كتير جدا في الامراض الروماتيزميه والمناعيه وهكذا، واحنا فعلا بننصح بيه العيانين المعده وشم هذا القبيل. لكن اذا هو الاعتدال يحترسوا مرضى الضغط فيما يخص العرقسوس، لكن هي دعوه ايضا للاعتدال في المشروبات بصفه عامه، سواء كان ما بها نسبه املاح او ما بها نسبه سكريات. تمام. هي بس يعني الطريقه في 8 ساعات فطار، في تقسيمه الوجبات، في ازاي بنبتدي بمثلا 3 تمرات ومعاهم ميه وكوبايه شوربه او حاجه دافيه، بحيث نجهز المعده بتاعتنا ان احنا ناخد الوجبه بعد كده، وبعدين يجي بقى الصلاه بتاعه المغرب، وبعدين نبتدي ناخد بقى جزء من الكميه، يعني تقسمه على 4 تقريبا وجبات صغيره يعني. المتصل الكريم استاذه منى من الصفحه على الهاتف، اتفضلي. استاذه منى، حضرتك على الهواء، اتفضلي. الو، اتفضلي يا فندم، يا اهلا وسهلا. الو، اتفضلي حضرتك على الهواء، ممكن تسمعينا من التليفون.
استاذنك اسمعيني من التليفون، وطي صوت التلفزيون، اتفضلي. استاذه منى اتفضلي. ايوه. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا للمتصله الكريمه، برجاء ضبط الصوت وعوده الاتصال مره ثانيه. دكتور احمد، القرحه سواء كان قرحه معده او قرحه 12، كيف يتم التعامل معها ما قبل رمضان؟ لانني يعني اتخوف من رمضان حال وجود قرح. لو ان هناك معرفه سابقه للقرحه قبله لتم الاستعداد بطريقه او باخرى او علاجها حتى. احنا هنقسم برضو الموضوع لحاجتين. الحاجه نعم. الاولانيه هو مريض القرحه الناسفه. مريض القرحه الناسفه ده لا يجوز له الصيام برضو. المريض اللي عنده قرحه ناسفه وبينزف او عمل منظار ده لا يجوز له الصيام. اما بالنسبه للمريض اللي عنده قرحه مستقره وما فيهاش مشاكل منها دلوقتي غير بعض الالام اللي بتظهر له، فانا اقول له اول حاجه خالص المفروض ان قرحه المعده هترتاح جدا بالصيام. دي حاجه. حضرتك تاخد ادويتك قبل الفطار وقبل السحور، وتعمل حسابك دايما تظبط مواعيد انك تاخد الادويه قبل وجبه الفطار ب 10 دقائق او وجبه. دكتور احمد، يعني لدينا فاصل، لكن معي قبل الفاصل الاستاذ خالد متصل من سوهاج، ونستكمل معكم هذه الجزئيات الهامه. استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة. وحضرتك طيب، واهلنا في سوهاج. اتفضل يا خالد بيه. عندي سؤال من فضلك للدكتور أحمد. اتفضل حضرتك. أخويا عنده 65 سنة. نعم. وعنده فيروس سي وعمل له تليف كامل. تمام. فدلوقتي هو تعبان ومفيش حل، احنا متوهج مفيش حل إلا زرع الكبد. تمام. تمام يا دكتور؟ تمام. فدلوقتي احنا عايزين نسأل عن إجراءات ومكان كده يكون كويس في القاهرة، ويعني يكون معقولة عشان احنا يعني الظروف المادية وحضرتك، وما هي الإجراءات يعني. طب استاذنك، هو له تامين صحي او بتعالج على نفع الدوله، او بطاقته مكتوب فيها المهنه ايه؟ هو موظف في المحليات. تمام، اذا يمكن الاستفاده بالتامين الصحي. وقررت التامين الصحي قد تكون قالوا لنا يا دكتور على معهد ناصر او معهد الكبد القومي فيها ايضا زراعه كبد. معهد الناصر ما فيهوش زراعه كبد. هو دلوقتي هنيجي القاهره، يعني لو تكرمت، لو عندك يعني حتى فكره كده عن التكاليف. طب استاذنك هتترك بيانات حضرتك، ويمكن التواصل عقب انتهاء هذه الحلقه، لكن ما نؤكد عليه هو جزئين. الشق المعني بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، هناك قرار يتحمل جزء من النفقات ربما تصل إلى 75,000 أو 100,000 من الجنيهات. تكلفة العملية قد تصل إلى 150,000 جنيه. هناك مساهمات من جهات مختلفة يمكن الإفصاح عنها يعني فيما بعد انتهاء هذه الحلقة، ومساعدة المتصل الكريم إن شاء الله حال الحاجة إلى الزراعة. دكتور أحمد، يعني قبل الفاصل لدينا جزء يتعلق باستكمال حديثنا عن القرحة المختلفة. نعم. فاحنا قلنا مريض قرحه المعده اول حاجه خلاص انت هترتاح جدا مع الصيام الحمد لله. الحاجه الثانيه ان انت تظبط ادويتك قبل الفطار وقبل السحور، بحيث قبل الفطار ب 10 دقائق يا دوبك تفطر بكوبايه ميه وتاخد دواك، وممكن تقوم تصلي المغرب او تعمل اي حاجه وبعدين ترجع تبتدي تاكل تاني، وفي نفس الوقت نفس الكلام برضو عند السحور. بالنسبه للادويه. بالنسبه للاكل بقى، حاول دايما تاكل وجبات صغيره متتاليه. قسم وجباتك على مدار اليوم زي ما الدكتوره برضو نصحتنا ان احنا لازم نقسم على الاقل 4 وجبات على مدار اليوم. ناكل على الفطار، وناكل بعد الفطار بساعتين، وناكل على السحور وقبل السحور بساعتين تقريبا. ناكل دايما وجبات صغيره متتاليه ما نملاش المعده. الاكثار من الفواكه والخضروات بطريقه مفيده جدا ليك، هيبقى ما فيهاش اي مشاكل للمعده. الابتعاد عن الوجبات الدسمه، الابتعاد عن الوجبات الحراقه، الشطه، الفلفل، كل ده نبتعد عنه خالص. حاول نخلي الاكل على قد ما نقدر مسلوق او ني او مشويات، هترتاح جدا في اول فتره رمضان ان شاء الله. معي متصل كريم استاذ احمد من القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. الو. يا اهلا وسهلا يا استاذ احمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا عندي مشكله، بس ايه المشكله دي ممكن تخص اكتر من فرد، يعني هتفيد الناس يعني. اتفضل حضرتك. حضرتك دلوقتي انا كنت في رمضان اللي فات في شهر 8 في يوم 8 كنت عملت رمضان اللي فات 2008 ولا 2017؟ لا 2017. ماشي اتفضل. شهر 8 يعني تمام. بعد رمضان. تمام يا فندم اتفضل. فحصل ان انا حملت كلت سكريات كتير، ما عنديش سكر، كلت سكريات كتير، كنت باكل كميات من المانجا والكحك ومش عارف ايه وكده في العيد وكده. المهم قلت اقيس السكر اشوف يمكن اللود على البنكرياس شكله ايه وكده. ففوجئت ان السكر التراكمي عندي طلع كام؟ 9.1 اللي هو بور كنترول. تمام. لواحد بياخد دواء. رجعت بعد كده الدكتور فبيقول لي انت مريض؟ قلت له لا انا ما عنديش سكر. فرحت للدكتور فبيقول لي ان اهم حاجه الفطر والصايم. فطبعا الفطر والصايم النتائج ما ثبتتش، فضل ينزل
لدرجه ان انا عملت تراكمي بعديه باسبوع، شهر واحد، مش ما استنيتش 3 شهور، شهر واحد لقيته نزل ل 8، وبعدين بعديه 7.7 وعملته بقى بعد 3 شهور تانية، وكنت باكل طبيعي يعني. بعلاج ولا بدون علاج؟ لا بدون علاج. تمام. 5.8. اذا يعني استاذ انا عايز احمد، اسال سؤال بقى. لا انا هقول لك الاجابه من غير ما تسال السؤال. هو الموضوع بيحصل كالاتي، ان هناك اختلافات بين معمل واخر، او اخطاء معامل منتشره بطريقه يعني لافته للنظر، وهذه نقطه. لا بس ده معمل الفا. لا بعيدا عن ذكر مسميات المعامل، يعني لان يعني الخطا وارد، سواء كان خطا بشري او خطا معملي. السؤال بقى الثاني حضرتك المهم الموضوع، انا دلوقتي حللت في خلال هذه الفتره، لقيت السكر الراندوم جلوكوز عندي، ظبطت اكلي، بقيت اكل طبيعي. تمام. هل نحرم نفسينا من السكريات كلها؟ لان انا بعد كده خفت، حرمت نفسي من السكريات نهائي. العشوائي كام بس الاول؟ العشوائي طلع 131. طب كويس جدا. طيب لا حضرتك بس انا حرمت نفسي من السكريات قبل كده جدا. طب يعني لقيته نزل ل 55، فانا عايزين بقى الدكتوره او الدكتور يقولوا لنا، او حضرتك تقول لنا. حاضر صح. ناكل سكريات قد ايه؟ ما نحرمش نفسنا. لا انت ناكل قد ايه ونوعيتها ايه وارتباطها بالنشاط الحركي وغيره.